بالورقة والقلم خدتيني 100 قلم. أنا شفت فيكي مرمطة وعرفت مين اللي اتظلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من حلقات أحوال بلدنا. طبعا أنا جاي أتكلم النهاردة عن يوم طبعا من الأيام المشهودة في حياة كل مصري. يوم إحنا قدرنا نرفع راسنا لفوق بعد ما كان يعرف يعني إيه لما يكون بيتك متاخد منه أوضة واحد قاعد لك فيها صعبة. عارف يعني إيه إن أنت بتحارب عدو جوه أرضك، بتحارب شخص جوه بيتك ما انتش عارف تخش له بيته. عارف يعني ايه ان عدو كان واخد سينا، كان واخدها، يعني عايز اقول لك درع له، حمايه له. ما تقدرش عشان خاطر انك تفكر تضرب اسرائيل ان انت لازم تتخطى سينا. عارف يعني ايه ان انت كنت بتسابق الزمن علشان نحس ان احنا بني ادمين بعد هزيمه ونكسه 67. ده حصل في العاشر من رمضان اللي هو زي النهارده. زي النهارده قدر كل مصري يرفع راسه، قدر يقول انا مصري بعد ما كان بيمشي راسه في الارض، بعد ما كان اي حد يقول لك انت ارضك محتله. قادر ترجع سينا، قادر تتكلم، قدرنا نتكلم. قدر الجيش المصري ان هو يعبر قناه السويس. بس انا عايزك تتخيل معايا، انا مش عايز اخش في مجريات الحرب، انا بس عايز اقول لك ازاي انت تبقى تحت وعدوك راكب فوق منك، راكب فوق تبة عالية وبيحدفك بطوب. انا مش هقول لك بيضربك بالنار. انت عارف بيعمل في ايه في الناس اللي جايه من تحت؟ لان المصريين بشجاعتهم وصلابتهم تخطوا القناه وعدوها. طب احنا عدينا القناه خلاص. عارف يعني ايه سد ترابي؟ جبل ترابي. عارف يعني ايه تطلع بار بي جي، تطلع بمدافع، تطلع بعتاد وانت شايل ده كله؟ عارف يعني ايه؟ ده انت بتمشي 10 متر بالكح، ما بالك بعسكري كان صايم وكان شايل سلاحه وشايل عتاد وشايل دنيا تانية فوق كتافه وطلع الستر الترابي. عارف يعني ايه عزيمه؟ عارف يعني ايه الناس دي عملت ايه عشان خاطر توصل للانتصار اللي في ناس كتير بتيجي تشكك فيه ويقول لك لا ده هم. هو انت متخيل الناس اللي بتعتقد وتقول ان اسرائيل اللي كانت منتصره؟ يعني اسرائيل طلبت من السادات ان هي تيجي وتفتح معاهده سلام عشان حبا في مصر؟ ما اعرفش الناس دي بتجيب الكلام ده منين. طبعا لا. عارف يعني ايه سد التراب؟ انت عارف سد التراب ده اتشال ازاي او اتدمر ازاي؟ اللي كانوا بيسموه خط بارليف العظيم الحصين اللي مش ممكن حد يتخطاه. تخطوه المصريين، داسوا عليه المصريين. والله داسوا عليه المصريين. تمكنوا بخرطوم ميه، خرطوم ميه ضربوه في الستر الترابي، عملوا معابر للدبابات. على الرغم ما كانش عندنا امكانيات زيهم، دبابات، طيارات، ما كانش فيه، ولكن قدرنا بصلابتنا، بقوتنا، بقوة جيشنا، بإرادتنا، بإيماننا بالله قبل كل شيء، قدرنا إن احنا ننتصر في الحرب. قدر كل مصري في الوقت دهوت إن هو يرفع راسه لفوق، إن يقول فعلا أنا مصري، أنا ابن البلد ديت ودم هيتروي فيها وتروى فيها. قدرنا ان نطلعهم من سينا ونرجع البلد لنا تاني وتحس ان انت ماشي في بلدك. يعني انا مش عارف، يعني انا بقول لك احنا كنت يعني النهارده لا ايامها لو انت كنت عاوز تحارب ما تقدرش تحارب علشان خاطر ان انت بتضرب في ارضك. واحد واخد بيتك اوضه وبتضربه جوه اوضتك جوه بيتك، غير اما انت تتوكل على الله كده وتروح له جوه بيته تضربه في بيته. لا، العدو كان قاعد في ارضنا وحاطط رجل على رجل مربع ومش فارق مع اي حد. اذا احنا كمصريين، المصري لازم يضطر نروح في راسه فوق، ما ينهزش ولا راسه تنحين الا لله سبحانه وتعالى، ويعرف انه بعزيمته يعمل يصنع المعجزات. ولكن المشكله كلها ان في ناس بتحاول تحبطك، تقلل من همتك،
وتحاول تقول لك لا ده انت ما انتصرتش. قال ايه اسرائيل كان ولا امريكا اللي طلب وقف ضرب النار؟ حصل ثغره، حصل ثغره وكانت لها اسبابها، ده مش موضوعي. الثغره كانت لها اختلاف ما بين السادات وما بين المشير، وكل واحد له كان وجهه نظره، كل واحد كان صح. ولكن مدن القناه ادى الدرس لشارون اللي فكر ان هو هيعدي ويخش القاهره، خد على دماغه لا مؤاخذه بالجزمه في مدن القناه، اتربى هناك، رجع تاني حافي. قال لك لا. عرفوا قيمه مصر، عرفوا ان مصر دوله لا يستهان بها، مصر دوله من الدول العظيمه اللي ما حدش عارف قيمتها الا اولادها، وبيحاولوا ان هم يقللوا من كرامه المصري، ولكن المصري كرامته فوق كل اعتبار. يكفي ان المصري ما دخلش معركه وخسر فيها. صلاح الدين انتصر بالمصريين في حطين، سيف الدين قطز انتصر بالمصريين في عين جالوت، وكل معركه دخل فيها المصريين كانوا منتصرين بامر الله. عشان دي وادخلوا مصر ان شاء الله امنين، مصر بلد الامن والامان، وكل عام وانتم بخير في احوال بلدنا.